السلام عليكم خواتنا، ان شاء الله كاملكم بخير وعلى خير. الفيديو هذا راح نتعلموا كيفاش فاتشي داتا بالريكوست جيت بالبيور جافا سكريبت. تمام، ما راح نحتاجو، ماناش نخدمو بمكتبة ولا بأي إطار عمل، تسمى بالجافا سكريبت. من لي بي ايز لي كي بي ايز هادو تاع جيسون بليس هولدر اللي يوفرولك شحال من سورس تاع اي بي اي. كي تدخل الدوكيومنتيشن تاع جيسون بليس هولدر تهبط الريسورسز اللي يوفرهم لك، تلقى بوستس، كومنتس، البومز، فوتوز، تو دوز، يوزرز تخدم بهم. تما سواء حاب تتعلم ولا حاب تستي ولا حاب اللي هو يوفر لك شحال من اي بي اي. انا اليوم راح نخدم بالبوستس، فوالا هذا هو اليو ار ال تاعهم. فوالا جينا الاي بي اي جينيرال ما يكون على شكل جيسون اللي هو مصفوفة فيها شحال من اوبجيكت. نرجع للكود تاعي، نخدم فانكشن نسميها get all posts، نسميها على حسب سيتياسيون اللي راني فيها. بما انه راح نجيب البوست، نسميها get all posts، نسميها على حسب سيتياسيون اللي راني فيها، على حسب الفانكشناليتي اللي راح نخدمها. فوالا لهنا let request يساوي new XML HTTP request request dot open. الاوبن يدي تو بارامترز، يدي request type ويدي اليو ار ال تاع الاي بي اي تاعك. كيما انا عندي get في request type وعندي اليو ار ال هذا كيما قلنا جيسون بيسون يوفر لك شحال من اي بي اي. request dot response type راح يكون جيسون باسكو request type عندك الهيدرز لازم تحددهم كيما نجيو لهنا نشوفو في البوست مان. كي ندخلو الهيدرز نلقاو كي وفاليو كي وفاليو كي وفاليو. لهنا في الكي يدي accept، ديجا البوست مان راح يمدك recommendation عليه. في الفاليو يدي application / جيسون لي يمدلك ريكومنديشن عليها تاني. نرجع للكود تاعي، وكاين ميثود في الجافا سكريبت اسمها set request header request dot set request header. لهنا قلنا تدي تو بارامترز، لهنا accept، لهنا application / json request set request header، تو بارامترز تاني، لهنا content type، لهنا application / json. فوالا نبعث الريكوست تاعي send request dot onload يساوي function. لأنا نخدم الاف والالس تاعي على حسب status code تاعي. if request dot status كبار يساوي 200 request dot status يرجع لي. نخدم الريسبونس تاعي نحطه في البوست، نخدم الفاريابل هذا posts يساوي request dot response. فوالا نخدم الفور لوب تاعي باش ما في شي في اليو اي تاعي الداتا اللي راني حاب ما في شي من الاي بي اي تاعي. فور بوست نخدم ديف اللي راح نحط فيه الداتا تاعي. نخدم ديف نعطيه اي دي content، نجي نطمع بالدوكيمنت دوت جيت element باي اي دي عادي جافا سكريبت document dot element by id content
inner HTML هادي نزيد لي عليه HA انا نافيشي البوست تايتل باسكو كي نجي نشوفو الداتا تاعنا كيفاش راهي فيها اليوزر اي دي فيها الاي دي فيها التايتل وفيها البادي. انا نافيشي التايتل في العاشرة عندي بوست دو تايتل هكذا نافيشي في الهادينج اون الاليمنت هذا راح يرفد الكونتيني تاعو راح يكون تايتل تاعي اللي في الاي بي اي اللي عندنا. فوالا نجي نمد الالس تاعي نمدلها اليرت نمد فيها بار اكزومبل enable to load data from the server please try again later. تسمى كي السيرفر يرجع لي حالة يعني تمت بنجاح يرجع لي العاشرة تاعي في التايتل. اذا صار بروبلم في السيرفر الله يرجع لي هذا الاليرت اللي فيه المسج هذا enable to load data from the server please try again later. فوالا نزيد نمد له هنا console.log نطبع الستاتس كود تاعي الستاتس كود is لا نمدلو request.status هنا يطبع لي ستاتي تاعي ستاتس كود تاع هنا يطبع لي ستاتس كود نتاع الريكوست تاعي. فوالا هكذا كلش مريول get all post نقولي نعيط للفانكشن تاعي. فوالا التايتل تاعي فوالا طافيشة اني ما في شي في 10. الكونسول تاعي طبع لي the status code is 200 باش تعرفوا معناتها الطالب تم بنجاح. السيرفر فهم طالب ورد عليك بالبيانات بنجاح. فوالا هادو هما البيانات هذه الداتا تاعنا اللي افيشيتها هنايا اللي هذا هو تايتل كما قلت لكم. هنايا الاوبجكت راح يكون كي فاليو فوالا التايتل تاعي اللي هنا في العشرة. فوالا وش يعني 200 الستاتس كود 200 معناتها الطالب وصل للسيرفر السيرفر خدم الطالب الرد رجع بلا مشاكل وفوالا افيشالك ما كان حتى مشكل. نجي نفزد انا اليو ار ال تاعي شغل نخدم مشكل في السيرفر تاعي لهنا باش يافيشيلي enable to load data from the server باش نعرف بلي اللوجيك اللي خدمته لهنا راهو يمشي سوا بار اكزومبل نزيد دبل زد فوالا هذا هو المسج تاعي الاليرت اللي عطيته. اذا الستاتس كود تاعي ماهوش بين 200 حتى 299 فوالا enable to load data from the server please try again later. فوالا وكي يكون في 200 نحي الزاد انا عندي لهنا فوالا بوست نحيت زدت سبريميت الكول تاع الفانكشن هذا رجعها. فوالا الستاتس كود از 200 يافيشي لك الداتا تاعك. نقدر نزيد نافيشي ثاني عندي البودي عندي الاي دي عندي يوزر اي دي نزيد نافيشي الاي دي والبودي عندي نجي لهنا نمدهم في اي اشتي نمد بوست دوت اي دي نسكر الاي اشتي تاعي. فوالا نقدر نافيشي ثاني البودي في h3 for example post body فوالا هذا البودي تايتل والاي دي. فوالا
بلاه راني اللي انا داير ريكويست الاف والالس كونديشن تاعي بين 200 و 300، باسكو عائلة 200 كامل جينيرالمون تكون عائلة 200 كامل تعني سكساس. فوالا باش تكون الصورة واضحة. ورا هذه كيفاش هذه كانت فاتشينغ داتا بالبيور جافا سكريبت. ان شاء الله يكون افادكم الفيديو. دير جام بارطاجي لا فيديو بالك يستفاد بها عباد واحد اخرين حابين بار اكزومبل راهم في 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 مجال هذا كيما نقول حنايا. فوالا ربي يوفقنا ويوفق الجميع تاني، وربي يكون معنا. سينو هذه هي، والسلام عليكم.